لقد أماطت غزة اللثام بصمودها المثالي على مآرب المحتل الإسرائيلي ومراميه الظاهرة منها والمبطنة، والتي تجتمع كلها تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض المشروع الوطني الأصيل المرتبط بها. ولم يعد يخفى على أحد أن حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة، وأن الخناق المفروض على الضفة الغربية، وأن سياسات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس المحتلة، وأن حملات التهجير القسري للفلسطينيين، وأخيرا وليس آخرا أن ما صار يعرف بالترتيبات الإسرائيلية لما بعد الحرب على غزة كلها محطات إضافية ومراحل متقدمة من مخطط إسرائيلي أوسع وأشمل وأخطر، وهو المخطط الذي يستهدف إحياء وتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى في سياق القضاء على مقومات الدولة الفلسطينية، وفي سياق الهدم التدريجي الذي يطال أركانها وركائزها الأساسية. وقد شهد العالم أجمع منذ ماض يعد بأشهر قلائل كيف لوح مسؤول إسرائيلي من على منبر الجمعية العامة بخارطة للشرق الأوسط، خارطة رسمت حسب أوهامه وأهوائه، خارطة لم يكن فيها لفلسطين أي أثر